السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. النهاردة فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. النهاردة بقى هندخل المطبخ ونشوف بقى هنعمل ايه. زي ما انتوا شايفين انا بنضف اجنحة، جبت حوالي 2 كيلو من الاجنحة، قلت هنعملهم كده جنب اي اكل بقى، يعني تغيير النهاردة. فبصراحة كنت هعملها جنب مكرونة، احنا بنحب الاجنحة دايما جنب المكرونة. بس النهارده هنعمل بقى ايه، صينيه بطاطس، وهنعمل شويه رز جنبها. هنعملها بخلطه حلوه جدا، شوفوها وجربوها، يعني طعمها حكايه بصراحه. والصوص اللي بيطلع منها برضو تقدري ان انتي تحطيه مع الرز، طعمه جميل جدا. جربوا الطريقه وتعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. زي ما انتوا شايفين طبعا بنضفها كويس جدا، لو في اي ريش او في اي دم او كده ببدأ اشيله وانضفها كويس. زي ما انتوا شايفين بصوا بتبقى الريش ايه، يعني في حتت كده ما بتطلعش منها بسهولة، ببدأ ايه اجيبها. وتقدري برضو الخلطة اللي انا هعملها النهاردة تعمليها مع الوراك، ممكن برضو تعمليها للحمة برضك، بتدينا برضو نفس الطعم ونفس النكهة. اهو زي ما انتوا شايفين هنبدأ ننضفها كويس. اهو زي ما انتوا شايفين خلاص قربنا نخلص، اخر واحدة معايا. اهو لو في اي دم او اي حاجة ببدأ اشيله. هنا خلاص هنبدأ بقى نروح على الكبة، وقطعت حوالي بصلتين مع طماطم مع فلفل. ويا سلام بقى لو فلفل يبقى حامي، يعني الفلفل الحامي كمان بيديها طعم سبايسي كده، طعمه حلو اوي جدا. حطيتهم كده في صينية، وبعد كده بدأت احط عليهم التوابل. اي توابل بقى عندك، بس انا دايما بحب احط اللي هي التوابل اللي هي بتاعت تتبيلات الفراخ، اللي هي دي اللي هي في البرطمان دي، انا لسه شاريها. ودي تتبيلة اللحمة برضو حطيت منها، برضو تدينا برضو طعم حلو. هنحط شوية زيت كده، وبعد كده هنبدأ بقى نقطع الأجنحة لنصين. عايزة تحطيها يعني سليمة زي ما هي تمام، دي حسب راحتك انتي. بس انا بقطعها عشان انا لما باجي احطها في الصينية، فطبعا السوا ما بيبقاش واصل للجنح كله، فلما بقطعها كده كلها بتبقى ساوي واحد وتستوي معايا حلو جدا. ببدأ اطلع يعني اقطعها كده لجزئين. او زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى هروح اغسلها تاني واصفيها، وبعد كده هنبدأ نحطها في التتبيلة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. ويا سلام قبل ما ترفعها على النار تسيبيها حوالي ساعة كده تاخد في التتبيلة بتاعتها. يعني حتى لو انت ناوية تعمليها او ناوية تعمليها لخلطة الوراك او كده، لو يعني الاحسن ان انت تعمليها قبلها بيوم وتسيبيها في التتبيلة دي. بعد كده عملنا بصلتين مع قرنين فلفل كده حلوين، وطحنتهم كويس جدا. وبعد كده نزلت عليهم بقى بالتوابل زي ما انتوا شايفين كده. برضو التوابل اللي انت تحبيها، انا يعني مش هقولك على التوابل اللي تحطيها، كل واحد بيبقى ليه نفس في الاكل، وكل واحد لو انت حتى انا عامله حاجه يعني مثلا في الفيديو ده، انت تقدري برضو ان انت يعني ده نفسك انت، وممكن كمان تزودي او تقللي اللي انت عايزاه. هنا حطيت شويه زيت وحطيت توم، وكان عندي فلفل احمر. هنا هسيبهم على جنب طبعا في التتبيله دي. وبعد كده جبت البطاطس بقى وبدات اقشرها زي ما انتوا شايفين. هنعمل البطاطس بطريقه مختلفه. طبعا صينيه البطاطس معروفه ان انا بقطع البصل حلقات والفلفل حلقات وكل حاجه طرنشات كده. تمام. النهارده بقى انا هعملها بطريقه ايه تانية، وهتديني طعم احلى كمان من اللي احنا متعودين عليه.
زي ما انتوا شايفين هنبدأ نخرطها، ولا رفيعة قوي ولا تخينة قوي عشان ما تتهريش معايا. هنا بقى غسلتها وبعد كده نزلت في التتبيلة اللي احنا عملناها دي، وهسيبها شوية على النار، يعني هتاخد بس تسخن كده مع التتبيلة. وطبعا هنا حطيت اللي هي الأجنحة على النار، وبعد كده هنبدأ بقى نروح نعمل الرز بتاعنا. هنا كنت حمرت الشعرية وانا بحمر الشعرية حطيت معلقة توم. اعملوا الرز بالطريقة دي هتلاقوا طعم وريحة، يعني مش عايزة اقول لكم بصراحة. اهم حاجة ان التوم ما يتحمرليش مع الشعرية، التوم يا دوبك بنزله بعد الشعرية ما بتتحمر. حطيت شوية ملح ومرقة دجاج، وبعد كده كنت طبعا غالية الكتل وحطيته. هنا زي ما انتوا شايفين الأجنحة كانت خلاص استوت، وحطيت الطماطم على البطاطس وسبتها كده على النار تستوي بقى مع بعضها كده. اهو زي ما انتوا شايفين الأجنحة انا ما حطيتش الا كوباية مية بس. وهنا الرز بتاعي كان اتشرب زي ما انتوا شايفين كده. هنبدأ نغطي عليه بقى ونسيبه لغاية ما يستوي.